للأسف بقى عادي جدًا إننا نسمع ألفاظ خارجة في الشارع وفي الفيديوهات، على السوشيال ميديا وفي الأفلام وفي المسلسلات. بقى عادي جدًا إن شاب متعلم أو بنت ترمي كلمة قبيحة في وسط الكلام وعادي أدينا بنضحك، بس إحنا نسينا حاجة مهمة جدًا ما بقتش موجودة ولا حد بقى حاططها في دماغه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: "إن العبد ليتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم". يعني كلمة واحدة بس مش مقصودة أو بغرض الهزار ممكن تضيعنا، ونسينا إن ربنا عز وجل قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الأخلاق مش بس لطف ولا احترام، الأخلاق موقف. إنك تكون صاحب أخلاق في الزمن ده، الأخلاق إنك ما تتعصبش وتشتم لمجرد إنك بس متضايق، إنك ما تردش الإهانة بلفظ خارج حتى لو اتغلط فيك، إنك في كل الأوقات بتختار كلامك زي ما بتختار لبسك بالظبط. ودايما اللي بيقول إن دي لغة العصر ولغة الموضة أحب أرد عليه بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في ناس كتير بنبقى شايفينها حاجة كبيرة قوي بس بتنزل من نظرنا وبتخسر احترامها بسبب لسانها، وفي ناس كده بنحترمهم لمجرد إن كلامها دايما راقي ومنمق ودايما يخلو من كل الألفاظ الخارجة والألفاظ اللي بقت مالية الأماكن والشوارع دلوقتي. فكر دايما قبل ما تقول الكلمة، فكر قبل ما تتكلم، لأن الكلمة ممكن تهد ممكن تبني، وأول واحد بتهده هو صاحب الكلمة. ممكن يقول الكلمة ما يعرفش معناها أو من باب الهزار عشان يضحك اللي قدامه، ويجي في الآخرة يلقاها كلمة عظيمة جدا ممكن تودي بيه إن هو يبقى في جهنم والعياذ بالله. خليك دايما قدوة لكل اللي حواليك، حتى لو كل اللي حواليك بيغلطوا وبيشتموا ولسانهم سليط. لو كل اللي حواليك بيتكلموا بطريقة غلط، اختار تكون مختلف. مش عيب انك تكون محترم، العيب انك تفضل ماشي العيب انك تبقى ماشي مع القطيع وبتسيرهم. وما تنساش دايما ان الاخلاق دين وسنة وربنا هيحاسبنا عليها. اتمنى تغير من نفسك. لو عندك حاجة لسه بتقولها في وسط الكلام، انت ارقى من كده. سلام عليكم.